السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا جماعة شغل جديد من مكان جديد، شغل أخوكم خالد الفخراني اللي بناء برج الحمام وهنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. النهارده نفذنا عفوا عنبر حمام 2000 فخارة في محافظة الشرقية، بالظبط في مدينة الزهرين عند ناس محترمة. العنبر مساحته 10 متر عرض في طول 20 متر. خلصنا العنبر خلال يومين الحمد لله، فضل ونعمة من عند ربنا. واضح لحضراتكم العنبر، الطول والعنبر، الطول والعرض جفناه ودفناه عشان المساحه الاجماليه تبقى في الداخل. اللهم صل على سيدنا محمد. بنينا بالفخاره الكبيره، تعالى يا حوده معايا. بنينا بالفخاره الكبيره. تعالى نبدا في الناحيه الثانيه الاول علشان هناك الشمس هتبقى واضحه معانا وهتخدمنا بجوده التصوير ولسه طريه معانا. بنار يا معلم عليك يا كبير. بنينا، حطينا الاول المنواك الطوب البلوك اللي احنا متعودين عليه نحطه علشان الميل يبقى عالي الفخاره، علشان البيض ما يتكسرش ما يوجعش، ما فيش زغاليل توجع معايا في الشغل. بنينا الشغل بارتفاع 10 منابيع 2 متر ونص. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه لحد فين اخر ايدي 2 متر ونص. طبعا هيتعمل لسه من ماكين دايره العنبر كله، وهيبقى فيه شبك داير اللي عند المعلم اللي فوق ده اهو، باشمهندس اللي فوق ده اهو، علشان يكون في تهويه بنفس فكره التهويه اللي هي السلك ده. بمعنى كده ايه؟ انا عندي داير العنبر هيكون سلك. نضمن ايه؟ او الفكره ايه؟ او الفايده ايه؟ ايه السبب؟ ايه المضمون؟ يبقى انا عندي تهويه مظبوطه للعنبر كله صيف شتاء. في الصيف هيدخل اضاءه، هيخلي العنبر بطريقه شيك. مسندك يا معلم؟ مسندك؟ لا يا باشا. الله يوسع عليك على مهلك. تمام؟ العنبر هيبقى مظبوط معايا في التهويه وفي الاناره وفي الشغل، ودرجه الحراره هتبقى متساويه ومتوزعه على الشغل كله. طبعا درجه الحراره احنا ما بنخافش منها واحنا شغالين بالفخاره دي. ليه؟ ما بنبني بطين وبنشتغل بالطين بتاعنا. كلنا عارفين الطين وفكرته ورطوبته على العنبر في الشتاء، في الصيف اسف، وتدفيته للحمام في فصل الشتاء. يبقى كده بنضمن بيئه مناسبه للفخار اللي احنا شغالين عليه. طبعا ده شغلنا كله، شغل اللي انتم شايفينه شغل خالد الفخراني لبناء برج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. بنشتغل في كل المحافظات الحمد لله رب العالمين. تليفوننا مكتوب على الشاشه 6910 010 6910 4196. الحاجه اللي عايزين نقول عليها ووضحت امبارح في فيديو وده فيديو تاني، ان احنا واحنا شغالين، تعالى يا محمود هنا وبص هنا في الركن كده هنلاقي حمام بايته هنا من امبارح ما سابتش العنبر واحنا شغالين، كنا مريعينها وحطينا لها اكل وحطينا لها ميه وبتاكل. ده دليل وبشرة خير وحاجه كويسه لصاحب العنبر، ربنا يطعمه منه خير، وبشرة خير للمكان باذن الله، ربنا يطعمه منه خير يا رب. حطينا رفارف داير العنبر كله او المزرعه كله. الفكره منها الحمام هيوقف هنا ويتنشر وينزل ياكل ويشرب وهيشتغل. تمام. لسه الارضيه طبعا العنبر ده تحت التنفيذ، يعني لسه السقف هيتركب ولسه ان شاء الله هننزل حمام هنا. الارضيه لسه هتنعمل كلها ميزان واحد صبه علشان نضمن سبله نظيفه، نضمن بيئه محترمه نظيفه للحمام، درجه حرارتها تبقى مظبوطه، وفي نفس الوقت نعرف ناخد سبله، وفي نفس الوقت المكان يبقى جيد من ناحيه النظافه والمكان يكون نظيف وطريقه شيء احسن من كده. تمام. طبعا الناس اللي بتسالنا الاسمنت في الارضيه احسن ولا الصبه احسن؟ هو الاسمنت هو الصبه احسن من السيراميك، احسن من كسر البلاط، احسن من البلاط. ليه؟ السيراميك نفسه لما بنعمل الارضيه سيراميك او بلاط او كسر مش بيشرب، يعني الحمام لو عمل حمام على الارض السيراميك مش هيشرب الميه. يوم التاني التالت هنلاقي الارضيه ديت بقت فيها عجينه زبل الحمام، هيعمل لي امراض للحمام بتاعنا. لكن الصبه او الاسمنت هيشرب الزبل، الميه اللي في الزبل هيخلي لي
السبلة نفسها تنشف خلال من 5 ساعات 6 ساعات وهينشف. ده بخلاف لو كبينا ميه على الارض السيراميك مش هيشرب او كسر البلاط. ماشي معايا محمود. والبيئة بتاعتنا هتبقى مش مكان كويس، وممكن هنعمل المكان ده هيبقى مصدر لظهور امراض كفانا شر وربنا يسترها. تمام. طبعا العنبر ده اتنفذ خلال 48 ساعة. اشتغلنا امبارح واشتغلنا النهارده وخلصناه. شغل اخوه خالد الفخراني اللي بنبرج الحمام وعنبر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. بنشتغل في كل المحافظات. الفخاره ديت الفخاره الكبيره لسه هتعمل مناشر داخليه للحمام كله. التهويه بتاعتنا مظبوطه. السقف هيتم بطريقه حلوه، وان شاء الله في فيديو تاني واحنا بننزل الحمام هتكون الارضيه اتسفلتت واتعملت كلها صبه. السقف هيكون اتعمل. السلك الدايره ده هيكون اتقفل، وهنكون خلصنا خالص بطريقه شيك. هيبان معانا في الفيديو الجاي. كان معاكم اخوكم خالد الفخراني لبناء ابراج الحمام وعنبر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. الحمد لله بنشتغل في كل المحافظات. مش عايز من حضراتكم اكتر من الدعم اللي احنا بنطلبه من حضراتكم علشان نفضل دايما متواصلين معاكم. كل اللي انا طالبه لايك للفيديو واشتراك للقناه بتاعتنا على اليوتيوب، قناه خالد الفخراني لابراج الحمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم يا جماعة بشغل جديد من مكان جديد. شغل أخوكم خالد الفخراني لبناء أبراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. النهاردة بنرجع بشغل جديد من محافظة الشرقية وبننفذ. بس هنوريكم حاجة، إن إحنا ورانا حمام وإحنا لسه بننفذ أهو. باينة ولا مش باينة؟ هنشوفها مع بعض وهي بتطير. يلا طيري بقى، أو مش هتطير هنبين. باينة أهي اهي يا جماعه، جايه تنام واحنا لسه ما خلصناش العنبر. المزرعه اللي احنا بننفذها النهارده اول يوم شغل. مزرعه بسم الله ما شاء الله بعرض 20 متر في 10 متر على مساحه 200 متر بالفخاره الكبيره، فخاره اللاحم الفرنساوي. شغل اخوكم خالد فخراني لبناء ابراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. لسه بنبين في الفيديو شغلنا اللي لسه بنحكي فيه، لسه بننفذ فيه. باين في الفيديو الشغل بتاعنا. لسه بنقفل، لسه الطوب بيتبني. الله ينور يا معلم. المعلم بيبني ولسه بيعمل كتف الباب اهوت. ده الباب الرئيسي بتاع العنبر هيبان. السلك ده هيكون منفذ للناحيه الجبليه. السلك ده لسه دوران العنبر كله هيتغطى سلك، وبعد ما هيتعمل سلك الداير وهيتغطى بخشب او بصاج او ايا كان وسيله السقف. تمام. لحظات وهنكمل الفيديو ونشرح وهنقول اللي تم واللي بيتم في الفيديو بتاعنا واحنا تحت امركم. اسفين ومتاسفين ان احنا طلعنا او ظهرنا بهدوم الشغل، بس ده حي على الفلاح. بنشتغل ولا بنقول جلا جلا ولا بنسحر. اللي بنشتغله هو اللي بنطلع نقوله. الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. الحمد لله. طالعين الناس معانا اللي بتبني. عايز ايه؟ ايه؟ الله ينور يا سيدي المعلمين. ايوه صورت، بس مش عايز نروح عندها عشان تنام. تصور بس الحمام اهم حاجه. الله ينور. ربنا يخليك ربنا يخليك. مش عايز نروح عشان تنام ان شاء الله. لا هي كده امانه على المكان. لحظات نقلب الكاميرا يا جماعه.